بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستكمل سلسلة دروسنا في أصول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وتحديدا طريق الشاطبية. درسنا لهذه الليلة في باب اللامات، حيث يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. طبعا تغليظ اللام أو تفخيم اللام يعني ألفاظ مترادفة، الترادف غير التطابق، لأن العلاقة بين اللفظين إما أن تكون تطابق يعني نفس المعنى بالضبط، وإما أن يكون العلاقة بين اللفظين الترادف، بمعنى أن يكون أحد اللفظين فيه جزء من معنى اللفظ الآخر، مثل عندما يقول لا ريب فيه لا شك فيه. الريب والشك لفظان مترادفان. عندما نقول لفظان مترادفان يعني أن الشك هو جزء من الريب، جزء من هذا المعنى، يعني لا ريب لا اضطراب فيه لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، وهذا فيه معنى يعني بس يحمل معنى الشك الترادف. ولذلك في القرآن لا يوجد في القرآن لفظان متطابقان، وإنما يوجد في القرآن ألفاظ كثيرة جدا مترادفة، يعني كل لفظ يحمل جزء من معنى اللفظ الآخر، مثل عام، سنة، حول، حولين كاملين، كل ألفاظ مترادفة. طيب، وأيضا العلاقة بين اللفظين ما يسمى بالتباين، يعني لفظ قد يكون متطابق من حيث الحروف ولكنه متباعد من حيث المعنى، متباين تماما، يعني مثل السواك والسواك، سواك بمعنى غيرك وسواك بمعنى المسواك، يعني ما يقال أردت منك السواك وما أردت السواك وما أردت أراك لكن أردت أراك. وهناك ما يسمى بالمشكك، يعني أن اللفظين نفس اللفظ ولكن المعنى في أحد اللفظين يعني المعنى في أحد اللفظين يكون جزء صغير جدا من اللفظ الآخر. عندما نقول نور الشمعة ونور الشمس، العلاقة بين الشمعة وبين الشمس هي الشمس فيها إضاءة وفيها حرارة، والشمعة أيضا فيها إضاءة وفيها حرارة، ولكن لا شك أن هناك بون شاسع بين حرارة الشمس وإضاءتها وبين حرارة الشمعة وإضاءتها. فعندما نقول التفخيم والتغليظ في اللام يعني كلمتان مترادفتان ترادف كل واحدة الأخرى. التغليظ يكون في اللام والتفخيم يكون في، لأن التفخيم أعم حقيقة من التغليظ. التغليظ هو صوت الحرف نفسه، وأما التفخيم فهو صوت المكان الذي يخرج منه الحرف. لما تقول مثلا صلى هذا يسمى تغليظ، وصلى هذا يسمى ترقيق اللام. وطبعا ليس هناك في اللغة العربية حرف اللام، ما في اللام، لا، ليس هناك لام، إنما هناك اللام. ولذلك الأصل في اللام هو الترقيق. الأصل في اللام هو الترقيق، كما أن الأصل في الراء
هو يعني التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، والأصل في اللام الترقيق. أي طبعا التغليظ يراد به هنا بلا شك التفخيم، لكن العلاقة بين التغليظ وبين التفخيم هي ترادف، يعني قلنا أن التغليظ هو صوت الحرف، حرف اللام، وأما التفخيم فهو صوت المكان الذي يخرج منه الحرف. ولذلك يعرفون التفخيم بأنه سمن يعتري الحرف يمتلئ الفم بصداه. عندما تقول يصلى هنا نفس الحرف نفسه تفخمه، لكن عندما تقول قال هنا لا تفخم نفس الحرف، إنما المكان نفسه تجعل فيه الصدى حتى يخرج الحرف بصورة مفخمة. ويعني هذه مسألة من لم يتعرض لأحد بهذه الدقة يعني. كما يقال مثلا في الأظفار التقليم، وفي الشعر القص، ونفسه في الأظفار التقليم وفي الشعر القص. هذا هو ترادف، لأن كل شيء المعنى يختلف باختلاف المدخول. يعني في دقائق اللغة أننا نستخدم اللفظ المناسب لاختلاف المدخول. يعني ما تقول الله صداع في بطني ومغص في رأسي، لا، تقول صداع في رأسي مثلا ومغص في بطني، لأن المعنى واحد هو المشترك الألم، لكن لون هذا الألم، طعم هذا الألم يختلف باختلاف المدخول، فوجب أن يختلف اللفظ المستعمل. عندما تقول قال وصلى هو التفخيم هو العامل المشترك، لكن لون وطعم هذا التفخيم مختلف، فنعبر عنه بقال بالتفخيم، ونعبر عنه في اللام بالتغليظ. طبعا القبائل العربية بعض القبائل تغلظ اللامات، فيقولون إلى الآن موجود، يقولون مثلا ما يقولون خاله، يقولون خاله، أو تقلب تقلب، تمام، أو مثلا يغلظون اللام عموما. فوارش لم يخرج عن حد اللهجات أو القبائل العربية التي تغلظ اللامات. والغرض من هذا التغليظ هو نوع من التسهيل، من تسهيل الكلام. أيوة، تسهيل الكلام، لأن عندما يكون مثلا إصلاح الصاد مفخمة يتناسب معها تغليظ اللام، تقول إصلاح مثلا. فالغرض من هذا التغليظ، من تغليظ اللام، هو نوع من تسهيل إخراج اللام، وذلك لمقاربتها لحرف من حروف الاستعلاء. وطبعا القبائل العربية عندما تغلظ اللام كما قلنا لكم، ولا تغلظ اللام بقاعدة، يعني ما تغلظ اللام بقاعدة، ويعني ولا تستخدم تبرير فلسفي في لهجاتها، وإنما هو أمر تلقائي يحكمه البيئة والمناخ والارتفاع والانخفاض عن سطح البحر، وعوامل تاريخية وجغرافية وأشياء، عوامل كثيرة في هذا الباب في فلسفة اللغة، يعني تدرس هذه وتعرف هذه الأشياء. وكل ما هو موجود في القراءات هو موجود في اللغة،
وليس كل ما هو موجود في اللغة موجود في القراءات القرآنية، لأن موضوع اللغة أوسع بكثير جدا من موضوع القراءات القرآنية. فيقول الإمام الشاطبي في القاعدة هنا أن اللام تغلظ، لام ورش تغلظ إذا كانت هذه اللام أولا مفتوحة، لا بد أن تكون مفتوحة، فتح لام، يقول فتح لام، وأن تكون قبل هذه اللام صاد أو طاء أو ضاء. فتح لام اللي صاد يعني تكون الصاد مفتوحة، أو الطاء أيضا مفتوحة، والضاء مفتوحة قبل، يعني قبل اللام، قبل تنزلها. إذا فتحت أو سكنت يعني تكون مفتوحة هذه الصاد أو الضاد أو الضاء، وتكون ساكنة أيضا، مثل إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت، مطلع الفجر كالصلاة ومطلع يوم ثم ظل ويوصل. مثلا الذين يقيمون الصلاة، صلوات من ربهم، صلواتك، صلاتهم، صلح، فصلت، يوصل، فصلت العير، فصلت العير مثلا، مفصلة، مفصلات، وما صلبوه، مصلى، فصلى، يصلى، يصلب، وأصلح، وأصلحوا إصلاحا، وفصل الخطاب، الطلاق، انطلق فانطلقوا، طلقتموهن، وبطل ما كانوا يعملون، معطلة، وبير معطلة، وقصر مشيد، طلقتموهن، طلقكن، طلقكن، ظلم وظلموا، فظلموا وما ظلمونا. وحتى المشددة ما قبل ما يعني وظللنا عليهم الغمام الأولى، وظللنا، فظلت، ضل وجهه مثلا، أظلم، الضاء ساكنة هنا، لا يظلمون، فيظللن. فنعيد مرة أخرى، لابد أن تكون اللام مفتوحة، وأن يكون قبلها صاد أو طاء أو ضاء، وأن تكون هذه الثلاثة إما مفتوحة وإما ساكنة. لكن لو كانت اللام مثلا مضمومة، مثلا يصلون، لا، هذه لا تغلظ، أو لظلوا، تطلعوا مثلا، أو ظلم، أو قبلها ضاد، الضلالة بالهدى، ليس فيها تغليظ، أو ساكنة مثلا لام صلصال، فصلنا، إن كان فيها كلام، هذه صلصال فيها كلام، لكن هذا من طريق الشاطبية ليس فيها تغليظ. فظلتم مثلا، أو بعد وليتلطف، وليتلطف، مو يصلون، لا، ايش يقول، يصلون مثلا، يصلون، هذه ليس فيها تغليظ، لأن اللام مضمومة، والشرط أنه لا بد أن تكون اللام مفتوحة. فلسلطهم، فاستغلظ، هكذا. ثم يقول في طال خلف مع فصالا، وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا، يعني تعين وتقدم. اختلف الرواة عن ورش فيما حالت فيه الألف بين الطاء واللام وبين الصاد واللام. مثلا أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد بطه، طال عليهم العمر، طال عليهم العمر، فصالا، فصالا،
يصالح ويصالح. فروى بعضهم الترقيق، ورأى الجمهور على جمهور أهل الأداء على التفخيم، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن الجزري في النشر. وكذلك اختلف الرواة عنه في اللام المتطرفة المفتوحة الواقعة بعد أحد الأحرف الثلاثة. طبعا هذه فصالا وتراض اختلف العلماء في تحريرها مع البدل، فذهب بعضهم إلى أنها 5 أوجه، فيمتنع القصر على التغليظ، يعني آتيتم وفصالا على قصر البدل، على قصر البدل فيها الترقيق والتفخيم، فيها على قصر البدل فيها الترقيق فقط، وعلى توسط البدل وطول البدل فيها التغليظ والترقيق. ومذهب جمهور القراء على أن الأوجه إطلاقية، ففي قصر البدل الوجهان، التفخيم التغليظ والترقيق، وعلى التوسط نفس الشيء، وعلى المد نفس الشيء. واختلف الرواة عنه في اللام المتطرفة المفتوحة الواقعة بعد أحد الأحرف الثلاثة إذا وقف عليها، مثل أن يوصل، تمام، وقد فصل، بطل، ظل، فروي له في كل الوجهان، والتغليظ هو الأرجح، يعني أن يوصل تغليظ، والأرجح مع جواز الترقيق. وكذلك اختلف عن ورش في اللامات الواقعة بعد الصاد وبعدها ألف منقلبة عن الياء إذا لم تكن الألف رأس آية. يعني مثلا عندك في سورة القيامة ولا صل، هنا نرقق، ولكن رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. في سورة الأعلى ولا فلا صدق ولا صل، أيضا نرققها. وأيضا في سورة إيش الأخرى الثالثة فيها كلها صلى، يعني المهم التي هي رأس آية صلى كلها فيها الترقيق، ترقيق اللام صلى. وأما إذا كانت غير رأس آية هنا وقع فيها الخلاف، مثل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن فيها التغليظ مع الفتح، مصلى. أيوة نعم صح، ستر الانشقاق أيضا يصلى، 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 يصلى في الانشقاق. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومصلى ومصلى. تمام. فأخذ البعض له بتغليظ هذه اللامات وبعضهم بترقيقها، والتغليظ والتقليل لا يتأتى يعني فيها، فيكون لورش في كل كلمة من هذه الكلمات مثلا المصلى التغليظ مع الفتح والترقيق مع التقليل، والأول أي التغليظ مع الفتح هو الأرجح. لكن كما قلنا في هذه السور الثلاث ولكن رؤوس الآية ترقيقها اعتلى، ففيها الترقيق، فيها الترقيق، يعني فلا صدق ولا صلى، وبعدها ولكن كذب وتولى، هكذا. وفي سورة القيامة وسورة الانشقاق. لكن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وما في ينقاس عليها كذلك غير رؤوس الآية، ففيها الوجهان التغليظ، يعني مصلى مع الفتح والترقيق مع التقليل مصلى، والأول أي التغليظ هو المقدم في نعم قولا واحدا.
والمقدم في الأداء. هذا بالنسبة ما يتعلق باللامات لورش، ما يتعلق باللامات لورش. وخالف الأصبهاني الأزرق في هذه المسألة وفي مسألة الراءات، فقرأ اللامات كحفص وبقية القراء. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعد غد إن شاء الله نتحدث عن أحكام الراءات بالنسبة لورش من طريق الأزرق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكل عام وأنتم بخير وصح عيدكم، وعيدكم مبارك إن شاء الله وسعيد. بارك الله فيكم جميعا، عمران وحفيظة وأم يونس وأم حمزة وأم معاد وأم مريم وأم آسيا وأم خولة ورهف وأم الحسن. بارك الله فيكم وتصبحون على خير.